مساء الخير على الجميع، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه؟ هنعمل الشاورما بطريقه سهله وبسيطه. تتبيله الشاورما حلوه جدا، سهله واحسن من بره بكتير، وهتوفر عليكي كتير. المقدار نص كيلو من صدور الفراخ. بتقطعيها زي ما انت شايفه كده، بس انا منها كنت مطلعاها من الفريزر، فكانت متلجه، فقطعتها في ساعتها يعني. هنا خلاص بقى ايه، ما تغسليهاش بخل عشان الزفاره ما تمسكش في الفراخ. زي ما احنا اتفقنا ان ما نغسلش بخل، نغسلها بملح وليمون فقط لا غير. هنا بقى معايا البهارات زي ما انتم شايفين كده اللي هتتحط على ايه، على الشاورما. هنا معايا ملح وفلفل اسود، دي معلقه صغيره، مقدار معلقه صغيره من بتاعت الشاي. ملح وفلفل اسود، 7 بهارات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، حبه من الكاري وحبه من الكركم صغيرين، و توم فريش. انا بحب احط توم فريش. يبقى ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، توم باودر، بصل باودر، توم فريش، حبه من الكاري وحبه من الكركم والبابريكا. دي كل البهارات ايه، التتبيل اللي انت هتحطها على الشاورما. ومعانا علبة زبادي، عشان طبعا ايه الزبادي بيخليها طرية وحلوة. هنا هننزل بالبهارات كلها زي ما انتم شايفين كده. ومعانا ايه عصرة ليمونة، وربع فنجان من الخل. ده ربع فنجان من الخل. وهنحط ايه، نعصر ليمونة وكوباية زبادي. اي زبادي بقى، زبادي بلدي، زبادي من الشركات اللي متوفر عندك. زبادي بيخليها طريه وجوسي وحلوه معاكي. بصوا، النص كيلو صدور فراخ بتعمل معاكي 4 سندوتشات شاورما، عشان تبقى مليانه كده وحلوه، لان النص كيلو ما بيعملش اكتر من ال4 سندوتشات. لو انت عايزه تطلعيه مليان حلو قوي، يعني طبعا لما تجيبيه من بره مش بيبقى مليان قوي كده. عايزه تمليه حلو قوي في البيت، هيعمل لك 3 من العيش السوري. انا عملت بدول 4. والبقيه السندوتشات اللي انتوا هتشوفوها معايا ديت انا كنت عامله فيها ستريبس مقلي. خلاص، يبقى كده هنقلب التتبيله كلها كويس جدا مع بعض. هننزل بالبهارات، وبعد كده كوبايه الزبادي، وبعد كده ليمونه صغيره مش كبيره، وربع فنجان من الخل. هنسيبهم دي على الاقل تفضل في التلاجة ساعتين. ولو عملتيها من بالليل يبقى افضل واحسن. انتوا عارفين اي تتبيله فراخ لو عملتها من بالليل يبقى احسن. هنا معايا جريل على النار، حطيتها تسخن كويس جدا، وبعد كده هنزل بحبه من الزيت معايا زي ما انت شايفه كده، مش كتير. لازم يسخن معايا كويس جدا. وبعد كده ايه، هنزل بالفراخ. لازم يديك الطشه اللي انت ايه، بتسمعيها ديت لما بيكون الطاسه معاكي سخنت كويس. ما عندكيش جريل، اعمليها في صينيه عادي، مفيش اي مشكله. متنسوش يا جماعه تشجعوني وتشتركوا في القناه، انتوا التفاعل بتاعكم ضعيف، عشان انزل لكم وصفات على طول. هنا بقى ايه، هننزل بالشاورما. انا عامله على القناه في فيديو عاملاه، بس كانت فاهيتا، كنت حاطه عليها بصل وفلفل الوان انما ديت الشاورما اللي احنا بنجيبها، الشاورما السوري بنجيبها من المحلات. هتنزلي بيها وتفردي الفراخ معاكي في الصينيه او في الطاسه. هتفرديها، وبعد كده ما تجيش ناحيتها، ما تقلبهاش، عشان الفراخ لو قلبتي هتنزل معاكي ميه وهتغلبك في السوا. انما فرديها زي ما انت شايفه، زي ما انا عملتها كده، وسيبيها على نار عاليه، ما توطيش النار، سيبيها على نار عاليه لغايه ما تحس ان هي اتحمرت ونشفت وشربت كل السوائل بتاعتها. تروحي تبداي تقلبي بقى. بصوا، سبتها لما نشفت خالص، وبعد كده ادتني الشكل اللي انت شايفينه ده. هي ما لزقتش ولا حاجه. هي انا عندي الجريل شويه بتخلي الحاجه ايه، بتظهر فيها كده، انما هي مش لازقه ولا حاجه. هتبداي تقلبي زي ما انا كده قلبت، لان ما عادش فيها ميه خلاص. انما لو قلبتي في البدايه هتنزل معاكي ميه، وهتبقى ايه، هتاخد معاكي وقت طويل. خلاص كده قلبتها تقليبه على الوش التاني، وسبتها برضو تتحمر لغايه ما هوريها لكم في الشكل ايه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا بقى بعد ما اتحمرت بقت عامله ازاي. عايزه تدخليها الفرن تاخد وش، دخليها. بس انا عملتها على البوتاجاز من فوق،
هنا الطاسه معايا مش محروقه ولا حاجه ولا لزقت ولا اي حاجه، هي كده مكان الجريل اللي عندي بتعمل كده. خلاص. جبت العيش السوري، طبعا العيش السوري انتوا عارفين بيجي جاهز. معايا عيش سوري اهوت لسه جاي فريش. وهنا هتحطي حبه من المايونيز، لو عايزه حبة تومية ولا ايه. دي حبة من التومية انا عاملاها في البيت، لو عايزة تعرفي طريقتها ادخلي عندي على الصفحة هتلاقيني عاملة فيديو للتومية، سهلة وبسيطة وتحفة ومش مكلفة. هنا حطيت الفراخ، وبعد كده قفلت عليها العيش السوري اهو، وركنتهم على جنب. معاكي بقى صينية طاسة اللي متاح عندك على النار، هتفيها حبة من الزيت وتنزلي ايه بالشاورما بتاعتك وتقلبيها زي ما انت شايفة، تطلع معاكي ناشفة وجميلة متحمصة، العيش متحمص من بره في نفس الوقت الفراخ ايه جوسي من جوه. والله يا بنات الخلطة ديت تحفة. التومية هيت زي ما انا قلت لكم، السندوتشات اللي انا بشاور عليها دي انا كنت عاملة ستريبس مقلي وعملتها عشان ولادي كانوا عايزين فيه شاورما وكانوا عايزين ايه ستريبس. هنا بقى بصوا التومية خطيرة خطيرة. خشي عندي على الفيديوهات وهتلاقي فيديو للتومية، خشي شوفيه بكل تفاصيله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.